السردينا بيريز ضد محمود لابورتا في مواجهه ما بين كلاسيكو رؤساء الانديه. تحديين ما بين السردينا والفضاطري هيحددوا للابد مين يستحق لقبه. محنك هيسالني ويقول لي ايه ده تحديين بس؟ هما مش دايما 5؟ انا فخور بيك عزيزي المحنك، بس ده الجزء الاول من التحدي والجزء الثاني هيضم 3 تحديات، فتابعني للاخر عشان تتفشخر برئيسك امام غريمك. معاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدا. التحدي الاول والاكثر شهره، الانجازات. بدون شك كل رئيس في اي نادي ليه انجازات. طبعا مش هعرف اتكلم عن جميع الانجازات للاثنين، لكن هنذكر اهم انجازات الاثنين في تاريخهم، مع العلم عزيزي المشجع الجديد ان محمود لابورتا دي مش اول فتره رئاسه ليه، فهنذكر بعض من انجازات الماضي بالنسبه له. خلينا الاول نبدا بالسردينا بيريز ونذكر اهم انجازاته. واول انجاز خاص جدا بالتحدي ده بالذات، بما انه ما بين رئيس مدريد ورئيس برشلونه، وهو التعاقد مع لويس فيجو. المشكله عمرها ما كانت في التعاقد مع فيجو بحد ذاته، الانجاز هنا ان بيريز في برنامجه الانتخابي وضع تحدي محدد جدا بمقولته الشهيره التاريخيه: لو كسبت انتخابات الرئاسه هوقع مع لويس فيجو من برشلونه لريال مدريد. الكل افتكروا الراجل مجنون وبيخرف وبيقول اي هري، خصوصا عداء لويس فيجو لنادي العاصمه الواضح من احتفال برشلونه بقوله دي رساله لكلاب العاصمه مدريد ان برشلونه فوق يا بصمجيه يا اللي مالكوش فيها. لكن بالفعل بيريز كسب الانتخابات، وبالفعل تعاقد مع لويس فيجو بعد موسم تاريخي مع برشلونه، وفاز بسبب الموسم ده بالكره الذهبيه، والباقي يذكر التاريخ. بيريز قدر يعمل 3 جلاكتيكوس في تاريخه مع ريال مدريد، بس مش ده الانجاز. الانجاز ان ال3 جلاكتيكوس مختلفين 180 درجه عن بعض. ابسطها لك، اول جلاكتيكوس عباره عن لعيبه الاحسن في مراكزها حول العالم. بيريز قرر يلعب كارير مود ويجمع احسن لعيبه في العالم في فريق واحد، مش مهم مين بيلعب فين، مين متوافق مع مين، منظومه ولا مش منظومه، المهم يجيب الكل عنده في فريقه. والموضوع كان دعائي بحت. بكام هذا ديفيد بيكهام؟ اعطيني منه 3. بيلعب في نفس مركز لويس فيجو؟ مش مهم هاته، يعمل اعلانات لبوكسرات النادي. لعيبه نجوم درجه اولى جايين من اكبر انديه في العالم متلمعين وجاهزين. تاني جلاكتيكوس كان نص دعائي ونص فني. كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الاول وظاهره كرويه جديده، فايز بالبالون دور والدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا طازه. هاتهولنا اهو، منه دعائي بشعبيته ومنه فني بقدراته الخارقه بصفقه الاغلى في التاريخ وقتها. شاب مهاجم واعد في نادي ليون اسمه كريم بنزيما، بعيد كل البعد عن الغرض الدعائي. هاتوا محتاجين مهاجم من نوعيه جديده يخدم على الفريق. ريكاردو كاكا مكسر الدنيا ومن اعظم لعيبه التاريخ، مكانه مش مفهوم قوي بس ده ريكاردو كاكا. هاتوا يلم لنا شويه فلوس وشويه جماهير ويعمل بلقمته. تشابي الونسو خط الوسط الاسباني ابن البلد، هاتوا يظبطنا شويه مع الاسبان وفي نفس الوقت مايسترو في نص الملعب. وعايزين مدرب بحنك لسانه فالت يطرقع لنا كام مؤتمر ناري على كام لقاء صحفي مثير للجدل. هاتوا لنا جوزيه مورينيو اللي لسه فايز بثلاثيه مع الانتر يرازف جماهير الاقليم. الجلاكتيكوس الثالث اللي احنا بنعيشه دلوقتي، جلاكتيكوس المستقبل. فكك بقى من صرف الفلوس اونطه على اللي يسوى واللي ما يسواش، احنا نسقط على ريو دي جانيرو، نستلقط لنا كام عيل واعد كده من بتوع برازيلي واسمر برقصوا صامبا، على شويه عيال فرنسيه جايبينها من تحت، على ولا حلوه انجليزي ظبط لنا الصحافه في انجلترا، شويه بقى التحابيش بتاعتهم ها، يعني ولا اسباني على ولا اوروجواياني على سلحفه فرنسيه واتعشت. وفي وسط الاسعار المجنونه للعيبه حوالين العالم لازم نقول حاجه مهمه جدا، الانجاز مش بس انك امنت مستقبل 10 سنين على الاقل الفريق خارق ينافس على كل حاجه، الانجاز انك كونت فريق ومنظومه باقل سعر ممكن تصرفه بالنسبه لامكانياتهم. 3 من احسن 5 لعيبه في العالم موجودين عندك تقريبا ببلاش بالنسبه لسعرهم في السوق. فينيسيوس اللي جاي من فلامينجو ب 45 مليون يورو وقيمته دلوقتي وصلت ل 180 مليون يورو في السوق. بلينجهام اللي جاي من دورتموند ب 103 مليون يورو وقيمته وصلت برضه ل 180 مليون يورو في السوق. كابتن دوناتيلو احسن لاعب في العالم اللي خزوق نادي الضحك الباريسي ووصل مدريد ببلاش، وكل اللي هياخده اول عن اخر 100 مليون مكتوبين في كمبيالات على 5 سنين. يعني احسن 3 لعيبه في العالم مش مكملين 250 مليون، وفوق كل دول عايزين نعمل لهم ملعب كده فخامه وقيامه ونروق الدنيا عليهم، بحيث لا الفريق ولا الملعب يتصرف عليهم مليم احمر لمده 10 سنين قدام، واللي نوفر فيه بيتنا اولى بيه. وبعد ما عملنا جلاكتيكوس واعاده بناء ملعب بالكامل واصبح اعجوبه في الملاعب العالميه، النادي ما تاثرش باي ضعف مادي واقتصادي وثابت محلك شامخ ما اتكسرش عينه، النادي الوحيد اللي ما تاثرش بجائحه كورونا بنسبه تضعف موقفه، بالرغم من انه غير مملوك لشخص او دوله اللي ضخ الاموال بالداخل. زيد على كل ده ان عمك السردينا بيريز فاز ب7 دوري ابطال في تاريخه الرئاسي، يعني عمك السردينا بالصلاه على النبي معاه نفس عدد دوريات الابطال اللي مع اي سي ميلان. انت فاهم انا بقول ايه؟ بيريز معاه نفس عدد دوري ابطال اللي مع الثاني نادي اكثر تتويجا بالبطوله. ودي كانت اهم انجازات بيريز العامه اللي تهم المشجع، سيبك من الحناكه والحلبسه اللي من الديب ويب دي. وخلينا نخش على انجازات محمود لابورتا خلال فتراته المتقطعه للرئاسه. مبدئيا مش عايز فورمه محمود لابورتا الفتره دي تغرك انه كان طول عمره فطاطري. في يوم من الايام محمود لابورتا كان رئيس نادي محنك درجه اولى، ومن مكاني هنا اكاد اجزم انه كان 60% سبب رئيسي في نجاح برشلونه في عصرهم الذهبي. وتعالى اشرح لك ازاي. لابورتا مسك رئاسه برشلونه من سنه 2003 ل 2010. برشلونه في الوقت ده مش بس بعيد عن دوري الابطال، ده ما كانش بينافس على الدوري الاسباني اصلا. 2001 ريال مدريد الاول، برشلونه الرابع.
الرابع، 2002 فالنسيا الاول، برشلونه الرابع. في علاقه مريبه ما بين برشلونه ورقم 4 من زمان. 2003 ريال مدريد الاول، برشلونه السادس. 2004 يخطف المركز الثاني في اخر مباراه، وبعد سنتين من تولي لابورتا رئاسه برشلونه يفوز بالدوري الاسباني سنتين ورا بعض، والموسم اللي بعده يخسر الدوري بفرق مواجهات مع مدريد، ومن ساعتها ما بيخرجش عن اول 3 في ترتيب الدوري الاسباني. برشلونه اللي ما فازش بدوري الابطال غير مره واحده بس زيه زي سيلتيك واستون فيلا ودورتموند، يبدا ينافس على دوري الابطال بفضل كبير للابورتا ويفوز بيه في 2006 و2009 في وقت رئاسته. حتى بطوله 2011 لازم تنسبها لمحمود لابورتا لانها ببساطه تراكم من شغله في النادي. لابورتا اللي تعاقد مع فرانك ريكارد المدرب الهولندي اللي بدا يحط برشلونه على الخريطه. في علاقه مريبه تانية ما بين برشلونه والهولنديين من زمان، دي ان ايه برشلونه واضح من زمان، لمسيه وهولندا ورقم 4. فرانك ريكارد اللي فاز بدوري الابطال 2006 ورجع برشلونه ينافس على الدوري الاسباني. لابورتا صعد جوارديولا من تدريب الفريق الثاني لتدريب الفريق الاول في 2008 2009، القرار اللي محدش كان شايفه مناسب للفتره دي نهائي في ظل وجود نجوم كبار في الفريق وتوقعات المنافسه على كل البطولات دي بسبب النجوم دي. لكن عكس كل التوقعات جوارديولا كان عبقري وحقق اول سداسيه في تاريخ النادي في موسم للتاريخ من كل الجوانب، والفضل يرجع لمحمود لابورتا اللي وثق في جوارديولا. محمود لابورتا اللي تعاقد مع رونالدينيو وصامويل ايتو وتيري هنري وابيدال وتوريه وديفيد فيا وديكو، اللي صعد ميسي وانيستا وفيكتور فالديس من اللمسيه وعمل فريق احلام حقق تاريخ وتراكم عليه تحقيق تاريخ حتى بعد ما ساب رئاسه النادي. بالنسبه لانجازات لابورتا في الفتره الجديده لرئاسه النادي فاقدر اقول لك انهم كالتالي: اولا تحول من خوان لابورتا لمحمود لابورتا، ثانيا شفت كارير من رئيس نادي ثم عضو مجلس شعب في الاخر استقر على انه يكون فطاطري، ثالثا الامور مشتعله في الكامب نو والبيتزا وصلت مكتب لابورتا، رابعا تحويل استاد الكامب نو التاريخي لقاعه اللؤلؤه للافراح والمناسبات. وقبل ما اخش على التحدي الثاني عايز لايكاتك واشتراكاتك وفجرني وكبس تكبيس، خلاص قربنا على 5000 مشترك، واكتب لي في التعليقات في انجازات مهمه ما قلتهاش للاثنين ولا حلو قوي عليهم كده. ويلا بينا على التحدي الثاني، الاخفاقات. بلا شك مفيش رئيس في تاريخ كره القدم ما فشلش في عده خطوات خلال رئاستهم حتى لو كانوا بيريز ولابورتا. ومن تاني يلا بينا نبدا بالسردينا بيريز. اخفاقات بيريز مش كتير ومش كارثيه بمعنى انه ما فشلش في حاجه ودت النادي في داهيه، لكن برغم ذلك لازم اقول بعض الاخفاقات من وجهه نظري عشان المنافسه تكون عادله مع محمود لابورتا. اول اخفاق بالنسبه لي هو الجلاكتيكوس الاول. محنك واقف على جنب بيسال نفسه الراجل ده مجنون ولا ايه؟ هو مش لسه قايل الجلاكتيكوس كان انجاز لبيريز؟ ايوه يا محنك، انجاز الجلاكتيكوس الاول كان في الدعايه لريال مدريد في حقبه بيريز الاولى، لكن فشل الجلاكتيكوس كان فنيا وكرويا. 100% كان متعه في الملعب، بتشوف كل النجوم دي بتلعب مع بعض في زمن الكره الجميل المطرشم بالمواهب، لكن مشجع مدريد ما يهموش اي شيء في الدنيا قد البطولات، مستعد يضحي بالمتعه لاجل بطوله، ودي كانت مشكله الجلاكتيكوس، متعه بدون ابطال. فشل بيريز في الجلاكتيكوس كان فشل المنظومه الكرويه ككل، اكتر من لاعب في مركز، اكتر من لاعب بينافس على البالون دور، اكتر من لاعب عايز يكون قائد المشروع، اكتر من لاعب جاي من نادي كبير كان نجمه الاول وعايز يطبق نفس الحكايه في مدريد، واكتر من مهاجم عايز يسجل اكبر عدد ممكن من الاهداف للفوز بالجوائز الفرديه. زي ما الحكايه دي بتخلق تنافس احيانا بتقتل المنظومه. الاخفاق الثاني لبيريز كان في بعض التعاقدات في الفتره الاخيره، على راس القائمه طبعا كابتن همبرجر العجل البلجيكي ايدن هازارد اللي اتدفع فيه 120 مليون ومسجل عدد اجوال تتعدى على الصوابع. الاخفاق هنا مش في هازارد نفسه واصاباته والكلام ده، الاخفاق هنا انه اتدفع فيه 120 مليون وكان فاضل على عقده سنه، ومن ساعتها بيريز محرص زياده عن اللزوم وما بيدفعش الارقام دي في لعيبه فاضل على عقدها سنه، عشان كده تلاقيه بيحاول يلم لعيبه عقودها منتهيه زي ألابا ومبابي وروديجير. العجل الصربي لوكايفيتش ب 60 مليون، مهاجم نص لبه ما اداش اماره في مسيرته عشان يدفع فيه 60 مليون مره واحده، وشويه تعاقدات كده مرت زي خيمس رودريجيز واسكو لعيبه ملهاش مكان في المنظومه. غير كده مش هتلاقي اخفاقات كتير، يعني تخيل لما تكون الكام حاجه بسيطه دول اكبر اخفاقات السردينه. ونخش على محمود لابورتا. لابورتا اول كلمه قالها في حملته قبل ما يكون رئيس: كسبوني الانتخابات وميسي هيفضل في النادي. ميسي انا هقدم لك عرض لا يمكن ترفضه، وعامل لك فيها دون كارليوني وشغل مافيا وبتاع، زي عضو مجلس الشعب اللي يقول لك هكسب الانتخابات وهبني مدرسه وجامع، وبعد ما يكسب ما بتشوفوش لمده 5 سنين قدام لحد ما الانتخابات اللي بعدها تبدا. في الاخر ميسي خلع على باريس ببلاش ولبس لابورتا في الحيطه. وعشان نكون منصفين، كل المصايب الحاصله في برشلونه في الوقت الحالي محمود لابورتا ملهوش علاقه بيها، كلها تراكمات من الرئيس الاسبق بارتوميو، فساد ورشاوي واموال فاسده وحوافز ومكافآت وليله كبيره قوي سعادتك. لكن في نفس الوقت لابورتا لسه مش عارف يصلح اي شيء، كل اللي قدر عليه رفعات من هنا على سبوتيفاي من هنا، كام فرح كده في قاعه اللؤلؤه في الكامب نو على كام عيد ميلاد وهي ماشيه. لابورتا ما عملش تعاقدات تودي النادي في داهيه زي اللي قبله، امثال ديمبلي وكوتينيو وجريزمان وما شابه ذلك. كان بيحاول على قدر المستطاع يلم اشباه لعيبه باعارات او اسعار رمزيه، حتى المدرب جاب كابتن اعشابي يدرب برشلونه على ما تفرض. فزي ما مفيش اخفاقات لمحمود لابورتا بالشكل القذر اللي كان موجود قبله، هرجع تاني واقول لك ان في نفس الوقت مش قادر يحل اي شيء، وده اللي يفرق رئيس عن رئيس. فانا في رايي ان السردينه ياخد نقطه الانجازات ومحمود لابورتا يكسب نقطه الاخفاقات، والنتيجه تصبح تعادل 1-1، والتحدي هيكمل ونشوف مين هيكسب في الجزء الثاني من الحلقه. قول لي في الكومنتات في اخفاقات تانية لازم نقولها ولا كفايه عليهم دول، واتاكد انك مشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وما يفوتكش الجزء الثاني.
تاني. تابعني على الانستجرام اللي موجود في وصف الحلقه، واشوفكم الحلقه الجايه. كان معاكم محمود عشري من 5 في عينك، سلام.